عايزة أقول لِك لو المسقعة دي ما طلعتش معاكِ زي بتاعة المطاعم ما تتابعينيش تاني، هاوريكِ إزاي تعمليها من غير ما تطلع مزيتة وطعمها بيبقى تحفة. باجيب البطاطس باقطّعها صوابع وباحطها في زيت سخن، بس أهم حاجة تقطّعيها صوابع تخينة، يعني زي كده ما تقطّعيهاش صوابع رفيّعة علشان ما تتهريش منِّك في التسوية. باسيبها لغاية ما تتحمّر وتاخد معايا لون دهبي زي كده، وبعد كده بقى هاقول لِك إزاي ما تخلّيهاش مزيتة خالص. بتحطيها في مصفى زي كده تتصفّى وبتسيبيها 5 دقايق، بعد ما بتتصفّى بتروحي حاطّاها على مناديل تاني، بتطلع ما فيهاش ولا نقطة زيت. بتكرّري الخطوة دي مع البتنجان، باجيب برضه بتنجان وباقطّعه تقطيعة تخينة علشان خاطر ما يتهريش مننا، وبعد كده لمّا بيبقى لونه دهبي بالشكل ده كده ما تطلّعيهوش وهو فاتح، طلّعيه وهو دهبي كده، برضه بتحطّيه في المصفى وبترجعي تحطّيه على المناديل تاني، وطبعًا عارفين إن البتنجان أكتر حاجة بتشرب زيت، الخطوة دي بتخلّيه ما فيهوش ولا نقطة زيت زي ما أنتم شايفين كده. طيب بعد كده بنجيب فلفل رومي على فلفل حار، بتكتّري بقى اللي أنتِ بتحبيه، وبنحمّره برضه في الزيت لغاية ما بياخد لون معانا، ولازم الخضار ده يختفي. باجيب بقى في حلة فيها زيت وباحط عليها توم متقطّع شرايح، مش مفروم، متقطّع شرايح، لغاية ما يتحمّر ويبقى لونه دهبي كده، باحط له بقى معلقة من الخل، ودي التَكّة بتاعة المطاعم، ولسه في تَكّة تاني هاقول لِك عليها. أول ما الخل يبتدي يطير كده، باحط عليه طماطم متقطّعة مكعبات، وباحط عليه صلصة، اللي هي صلصة الطماطم أو معجون الطماطم، باقلّبهم كلّهم مع بعض وابتدي بقى أتبّلها، تتبيلتها بسيطة جدًا، أهم حاجة معلقة السكر، ودي بتضيّع المزازة بتاعة الصلصة وبتاعة الطماطم، وبعد كده معلقة ملح، كزبرة ناشفة، كمون، فلفل أسود، بس كده، ما بنحطش أكتر من كده، بنقلّبهم وبنغطّيها وبنوطّي عليها ونسيبها لغاية ما تتسبك. أول ما بتتسبك على نار هادية، بعد كده باضيف لها بقى الخضار بتاعي اللي إحنا قليناه، شايفين البتنجان مش شارب ولا نقطة زيت، باحط البتنجان والفلفل، الفلفل لازم يكون متحمّر كويس برضه، بالشكل ده كده، وأقلّبهم مع بعض وأوطّي برضه عليهم النار، بنسيبهم بقى يتشرّبوا خالص الصوص بتاعي شوية كده حوالي 5 دقايق، وبعد كده باضيف لها معلقة من عصير الليمون، ودي بتطلّع طعمها تحفة. دي كده المسقعة بتاعتنا، يا ريت تجرّبوها وإن شاء الله هتطلع معاكم زي الفل، وطبعًا زي ما أنتم شايفين بتتقدّم بقى مع جرجير وعيش بلدي، وبيبقى طعمها تحفة. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة عشان توصل لكم كل الوصفات الجديدة.